80% ديال هذا الفوز هذا انا بالنسبه لي كنفضل الكوتشينغ الرائع اللي قام به طارق سكيتي، واللي مره اخرى تاكد على انه مدرب كبير تعرف يجاري المقابلات. سالينا الشوط الاول بتقدم 1-0. في الشوط الثاني المنتخب الاماراتي كان قادر على انه يتعادل معنا في عده فرص. اللاعبين ديال الامارات كانوا كيوصلوا للمناطق ديالنا وكانوا كيشكلوا علينا خطوره كبيره، ولكن تدبير رائع ديال المباراه من طرف الناخب طارق سكيتوي. في الدقيقه 75 دخل عبد الرزاق حمد الله والمهديوي اللي عطاونا الاضافه هجوميا وقدرنا نسجلوا هدف رائع في الدقيقه 82. اما الهدف الاخير بطبيعه الحال قبل من الصافره النهائيه ديال الحكم، هدف اللي سجله عبد الرزاق حمد الله اللي كيعطي اشاره ايجابيه وكيتصالح رسميا مع الجماهير المغربيه. برافو المنتخب الوطني المغربي، بصراحه مباراه اللي لعبوها بالعقل امام المنتخب الاماراتي 3-0، تاهل رسمي للمباراه النهائيه. مباراه اللي بصراحه على الورق ما كانت سهله، ولكن المنتخب المغربي عرف يجاريها بطريقه رائعه. والمباراه القادمه غادي تكون هي المباراه النهائيه يوم الخميس القادم في ان شاء الله. انا عندي ثقه كبيره على ان هاد الدراري هادو قادرين يجيبوا اللقب ويفرحوا المغاربه.